الحمد لله الذي كتب على الخلائق الفناء والزوال، فكان لكل نازل في هذه الدنيا رحيل وانتقال. نحمده سبحانه وتعالى وهو الكريم المتعال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة بالله، حديثنا اليوم عن هادم اللذات ومفرق الجماعات، ألا وهو الموت. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، في كل يوم يمر علينا نرى فيه جنازة تلو الأخرى، ولا يزال كثير من الناس غافلين عن هذه الحقيقة الكبرى، وكأن بينهم وبين الموت أمدا بعيدا. فما هذه القسوة التي أصابت قلوبنا؟ الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار جنة خلد إن عملت بها، يرضى الإله وإن قصرت فالنار. فلنحذر عباد الله من طول الأمل، فهو الذي يجعل الإنسان متعلقا بدنياه، منشغلا بها، غافلا عن الدار الآخرة. وقد حذرنا الله سبحانه في محكم كتابه، فقال عز من قائل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. ويقال: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أيها الإخوة الكرام، فلنتذكر وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: أكثروا ذكر هذه اللذات، فإنه لا يكون في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا أجسله. فالإكثار من ذكر الموت وما يتبعه من الجزاء والحساب يحثنا على التوبة والإنابة والإقلاع عن المعاصي والإساءة. عباد الله، كفى بالموت واعظا لنعتبر ممن مات قبلنا، كم من حبيب دفناه، وكم من عزيز فارقناه، وكم من قريب ودعناه. فتفكر أخي بالموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته.
فيا للموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله. فهل فكرت يا أخي في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك إذا نقلت من السعة إلى الضيق وخانك الصاحب والرفيق وهجرك الأخ والصديق؟ فيا جامع المال والمجتهد في البنيان، ليس لك والله من مالك إلا الأكفان. وانظر من ملك الدنيا بأجمعها ما فاز منها سوى القطن والكفن. فلا تغفلوا عن ذكر الموت، فإنه ليس بغافل عنكم ولا ناسي. ومهدوا لتقلبكم من القصور إلى بطون الأرماس. وبادروا قبل أن يحل منه الميعاد، وقبل أن ينادى الرحيل وأنتم بغير زاد. تأهب للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لا هم زاد وأنت بغير زاد؟ اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل الموت راحة للأبرار ينقلهم فيه من دار الهموم والأكدار إلى دار الراحة والاستبشار. والحمد لله المتفرد بالبقاء، وجعل الدنيا دار فناء وجعل الآخرة دار اللقاء. أيها الأحبة في الله، أكثروا من ذكر الموت، فإنه نعم العون على الاستعداد والباعث على التزود للميعاد. فعما قريب تلاقون ربكم كما بدأكم أول مرة، وتعرضون للحساب على مثقال ذرة. جعلني الله وإياكم ممن بدأ بنفسه بالوعظ والتذكير ونبهها من سنة الغفلة والتقصير. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن الختام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك اللهم حسن الختام ومجاورة سيد الأنام، ونسألك اللهم أن تخفف عنا سكرات الموت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآبنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا عندنا ولا من سمعنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع، اللهم فرج كروبنا ونفس همومنا واقض ديوننا وشاف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وكل من له الفضل علينا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك الله من كل شر استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترى، نسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تحفظ شبابنا وشباب المسلمين. اللهم احفظ وطننا وبلادنا وبلاد المسلمين، واجعلها آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم اغفر ذنوبنا ونفس همومنا واقض ديوننا وشاف مرضانا وعاف مبتلانا واقض حوائجنا
إخواننا المسلمين. اللهم بلغ المقاصد بكل قاصد. اللهم يا فارق الحب والنوى وعالم السر والنجوى أعطي لكل امرئ من الخير ما نوى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغثنا الغيث النافع ولا تجعلنا من القانطين. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.